السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نتناول معكم إخواني أخواتي أصدقاء القناة موضوع الجزائر، موضوع الذي بموجبه اعترف النظام الجزائري الأحمق والأغبر اعتراف بجمهورية الوهم، جمهورية الريف. وانا كنعتبر هذا خطأ استراتيجي خطير جدا لحكام الجزائر الكبار في السن طبعا، واعتبره بمثابة نهاية الجزائر. دولة الجزائر تخاف من الانفصال، وبالتالي خوفها الكبير من الانفصال داخل الجزائر تحاول تصديره للعدو المنافس الأول في المنطقة وهو المغرب. هذه الحركات الانفصالية التي تمولها الجزائر دليل قاطع على الخوف الجزائري، نظام الجزائر، من الانفصال الذي سيدمر الجزائر آجلا أم آجلا. خطأ فادح يرتكبه النظام الجزائري. وهنا غادي نعرج لواحد الموضوع تاع المعارضين ومنهم أنور مالك الذي يحذر النظام الجزائري من هذا الخطأ. أقول لإخوتي المغاربة لا تثقوا في المعارضة الجزائرية، فهي مجرد تحليل بطريقة أخرى وتنبيهات بطريقة عكسية للنظام الجزائري. أعود وأقول بأن هذا الخطأ سيظهر للعالم العربي أولا أن الجزائر نظام وظيفي يريد تقسيم المنطقة، ونظام سرطاني يريد تفتيت المنطقة. هل من يدافع عن انفصال يمكنه أن يجمع، يمكنه أن يدافع على التكتلات؟ بطبيعة الحال لا يمكن أن يدافع. يعني خطأ فادح يرتكبه النظام الجزائري، ويجب على الدولة المغربية، وأنا متأكد من أنه الدولة المغربية ستفعل ما المطلوب. صراحة في كل يوم أجدني كمواطن مغربي بسيط أقف إكبارا وإجلالا للناس اللي كيسيروا هذه الدولة. صراحة في كل مرة ينتابنا شعور بالقلق من ضعف الرد أو التردد في الرد، ولكن مع مرور الوقت نتأكد بأننا لنا دولة ولنا نظام قوي جدا، ونظام يمكننا أن نتشرف به، ولنا نظام يمكن أن نقول أن لنا نظام عالمي، والعالم كله يحترم النظام المغربي، لأن الطريقة التي يسير بها النظام المغربي أو الدولة المغربية السياسة صراحة رزينة وثابتة، ولها أهداف لا يفقهها عسكر المرادية. فرنسا تلعب بديلها. فرنسا لا يمكن للجزائر أن تقوم بهذه الخطوة دون إشارات من فرنسا في الأروقة السرية والغرف المظلمة. إشارات من فرنسا يتوهمون. لاحظوا أنه مع الأزمة الفرنسية هناك مشكل تحاول فرنسا خلقه مع موريتانيا، مشكل مع المنتوجات في فرنسا في أوروبا. الآن نسمع إلى مشكل الريف ومحاولة صنع انفصال وهمي. فرنسا نفس المنطق التي تسير به الجزائر، من يسير فرنسا هو من يسير الجزائر. أنا بالنسبة لي أعتقد أنه ما فعلته النظام الجزائري من خلال إنشاء مكتب لجمهورية الريف الوهمية هي ضربة موجعة لعسكر الجزائر أمام إفريقيا وأمام العرب وأمام العالم. الجزائر نظام يريد تقسيم المغرب، لا يهمه لا الصحراء ولا أي شيء. الجزائر تريد إضعاف المغرب بجميع السبل حتى الوصول إلى انفصال. خطأ فادح يرتكبه النظام الحماق، وننتظر نتائج
العالمية وسيصدم النظام الجزائري الأحمق. خلاصة لهذا الفيديو يمكن أن أقول بأن الجزائر لها عسكر يحكمها ولا يوجد شعب. الشعب الجزائري مغيب، الشعب الجزائري متخلف من خلال البروباغندا ومن خلال ضعف التدريس. شعب ضعيف جدا. أموال الغاز تذهب إلى العسكر، تذهب إلى البوليزاريو، والآن يريدون جمهورية أخرى جديدة لصرف أموال الجزائريين. شعب حقود، شعب يتلدد بالأوهام إضعاف المغرب. أنا لست من الذين يبرئون الشعب الجزائري. شعب حقود، شعب يريد يتلدد بضعف الجيران، شعب متعجرف، شعب مشوشع، وبالتالي يستحق ما يقع له. إخواني أخواتي، وشكرا على طول استماعكم، وإلى فيديو لاحق.